اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم آمين آمين آمين. محشي وفراخ، بس حاجة مختلفة خالص عن أي حاجة كلتوها أو عملتوها قبل كده. المحشي النهاردة والفراخ على الفحم، بالظبط كده زي ما سمعتم، على الفحم، حصري والأول مرة عند أنا وبس. محشي كوسة وبتنجان وفلفل وفراخ بالفحم النهاردة، سهلين جدا، بساط جدا، طريقة لذيذة وممتعة، تاكلوا الأكل كده باستمتاع. نبدأ يلا على بركة بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير معانا هنا فلفل اخضر وبصل والبهارات، ملح، فلفل اسمر، بهارات مشكله، مكعب مرق الدجاج، ومعانا صلصه طماطم عشان تكون حمراء قوي كده، فاحنا بنحط عليها فلفل احمر او اللي هو الرومي ده او الشطه الحمراء. طبعا مش دي كل كميه البصل اللي انا هستخدمها، انا هستخدم جزء منها والجزء التاني هقول لكم هنعمل بيه ايه. الاول ناخد البصل بتاعنا عشان نعمل تسبيكه المحشي، ودي هتبقى تسبيكه روعة بصراحة، يعني بسبب حاجة كده هقول لكم عليها هتفرق معاكم جدا في طعم المحشي. البصل هنقطعه قطع صغيرة جدا، عايزين تستسهلوا فممكن تستخدموا الكيتشن ماشين او تفرموه في الكبة، بس طبعا انا ما حبيتش ان انا ابهدل المواعين فقلت يلا اقطع معاكم الحاجات دي ونعملها مع بعض. قطعنا البصل وبقى جاهز معانا. عندي برضو الفلفل هقطعه قطع صغيرة. قاعدة أساسية كده خدوها عندكم، هتعملوا محشي كوسة وبتنجان يبقى لازم تحطوا في خلطة المحشي فلفل أخضر، فلفل أخضر مش شطة خضرة. لو مفيش فلفل تقدروا تحطوا شطة، بس الفلفل هو اللي بيدي نكهة أقوى وطعم أقوى للمحشي، وطبعا اللي بالمحشي بيوديه في حتة تانية خالص. عندي هنا القطعة دي كنت شايلاها من مكان تقوير الفلفل، فطبعا مش هنرميها ولا هنهدرها، احنا هنقطعها وهنستخدمها معانا في خلطة المحشي. كل حاجة كده تمام معانا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي حلة على النار ننزل بمعلقتين كبار من الزيت، وكان عندي معلقتين كبار من السمنة مسيحهم في الميكرويف، هننزل بيهم على طول في الحلة بتاعتنا. الزيت يسخن ننزل بالبصلاية وندي تقليبتين كده على السريع لحد ما يتبالوا معانا، مش يتحمروا، يا دوب يتبالوا. بعد ما يتبالوا احضر البهارات بتاعتي اللي موجودة معايا وانزل بيها، والغالب في البهارات دي كزبرة. بهارات المحشي زودوا فيها شوية صغيرين كزبرة. اول ما البصلايه وصلت معايا للشكل ده كده انزل بالفلفل الاخضر اللي انا مقطعه، واول ما الفلفل يدبل بس الاول نديله تقليبتين وريحته كده تطلع وتهل علينا ننزل على طول بالصلصة اللي عندنا. كده بقت تمام قوي وزي الفل. مش هتقدروا تخبوا المحشي اللي عندكم، لان كل الناس هتبقى عرفت ان انتوا عندكم محشي من الريحة الجبارة دي. تسلم ايد اللي عدل الكاميرا، معرفش هي كانت مقلوبة ليه وازاي. هنفضل نقلب كل شوية في الصلصة لحد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. ومعلومة مني اقولها لكم، المحشي عشان يطلع محشي صحي معاكم ومظبوط 100%، يبقى لازم الصلصة متبقاش مسقسقة، تبقى متشربة على الجاهز. طبعا انتوا خدتوا بالكم من القلبان اللي حصل، بس الحمد لله احنا لحقناه في وقت قياسي. البوتاجاز بتاعي نضيف، اي حبة رز وقعت عندي على البوتاجاز هشيلها اغسلها واحطها تاني في الحلة، دي نعمة ربنا ولازم نصونها. وارد يحصل في اي بيت، مادام بوتاجازك نضيف زي ما انا منضفه بتاعي كده نضيف بيبرق، يبقى تشيل الرز اللي عليه وتغسليه من تاني. كل اللي متابعني عارف ان انا الاول بحب ان انا اخلي الرز يبرد وبعدين احط عليه الخضره. اللون زي ما انتوا شايفين يجنن، مفيش احلى من كده. الخضره اللي انا بستخدمها برضو في المحشي معايا هنا بتكون كزبره وشبت. ما بحبش ابدا استخدم بقدونس، ما بحبهوش، ما بحبش الطعم بتاعه وبقفشه لو انا دقته عند حد. هندي تقليبتين كده بعد ما الرز برد، وافضل اقلب لحد ما اضمن ان كل الخضار اتمكس كويس جدا بالرز. نيجي بقى للخضار بتاعنا اللي احنا هنحشيه، شوية كده بتنجان على كوسة على فلفل متقورين ومغسولين ومتصفيين. الكوسة بتاعتنا عملنا فيها ايه؟ غسلناها كويس جدا من الرملة وقورناها وعملنا فيها خطوط كده من بره تخلي شكلها جميل. طبق الخضار اللي معانا ده عبارة عن بصل، طماطم، فلفل اخضر. الطبقة دي انا هحطها في ارضية الحلة، دي البصلاية اللي كانت باقية معانا واحنا بنقطع البصل بتاع خلطة المحشي، فانا هقطعها شرايح رفيعة بالشكل ده كده. برضو معانا الفلفل الاخضر هنقطعه حلقات، ويا خلاصي عندنا طماطمتين صغننين حلوين قوي
هنقطعهم برضو حلقات. كل ده هنحطه في ارضية الحلة معانا. هتعملوها في طاجن، هتعملوها في صينية، هتعملوها في حلة، حطوا طبقة الخضار دي وتطمنوا من الطعم الجامد اللي انتوا هتاكلوه. صدقوني الوصفة دي مفيش حد بيجربها غير لما يقولي فعلا طعمها كان تحفة قوي. شوية كزبرة بقى من اللي بقوا معانا واحنا بنحط الخضرة على المحشي، هنحطهم برضو في الحلة معانا. بس الاول نحط طبقة الخضار ديت في الحلة. كل حاجة كده من الخضار ده هنحطها في الحلة، وادي شوية كزبرة. يا سلام على الريحة اللي هتشموها بأمانة، وهم ملهاش حل. نبدأ بقى نحشي الخضار اللي معانا. الفلفل ما نحشيهوش للآخر، نحشي نصه بس، عشان طبعا الحلق بتاع الفلفل بيبقى واسع، فده ممكن يخلي رز يتفاقم في الحلة كلها وهيبقى شكلها مش لطيف. الكوسة والبتنجان بنحشيها 3/4 بس، زي ما انتوا شايفين كده 3/4 بس، اما الفلفل نصه. كده تمام قوي. هوب يلا بينا بقى قلبان كده. الله، التكنيك عالي قوي. حلة المحشي تطلع فاضية وتنزل كمان محشية وعالجاهز. محضرين معانا شوربة هنا، الشوربة دي هنزود بيها المحشي. ما عندكمش شوربة فراخ او لحمة او بط، هنعمل ايه؟ لتر مية، مكعب مرق الدجاج، ملح، فلفل اسمر، كبابة صيني، لورا، حبهان، وتغلي. نيجي بقى اول ما الحلة بتاعتنا تغلي ونحط الشوربة عليها، هنسيبها تماما لحد ما تستوي ونغطي عليها. دي الفرخة بتاعتنا، ودي الطريقة اللي احنا هنعمل بيها الفراخ. البهارات ملح فلفل اسمر، بهارات مشكلة، مكعب مرق الدجاج، ومعلقة من البابريكا. اما طبق الخضار ده كان بصل وطماطم وتوم. السوائل اللي معايا ربع كوباية زيت، ربع كوباية عصير ليمون، ربع كوباية خل. ودي الفرخة اللي معانا، وزنها كان حوالي 2 كيلو او كيلو 700 في الحدود دي. الفرخة بتاعتنا اتنقعت في محلول ملحي، ملح، سكر، ليمون، خل، ميه، ومعلقتين من الطحين عشان تشيل الزفار. الخضار اللي معانا طبعا بما ان انا تعبت وفرهدت خالص في الفيديو ده، فقررت ان انا اتنازل عن مبدئي في غسل المواعين واستخدم الخلاط. فيلا بينا نحط السوائل ونحط طبقة الخضار ديت معانا فص توم كبير حلو كده متغذي هننزل بيه. دي تتبيلة الفراخ. لو انتوا هتشووها على الفحم هتزودوا علبة زبادي، مش هتعملوها على الفحم نكتفي بهذا القدر من الخضار. صينية حلوة كده معانا، وننزل بالفراخ اللي احنا قطعناها، ونشوف الميكس معانا بعد ما ضربناه في الخلاط بقى بالشكل ده. درجة الحرارة عندنا في الفرن بتسخن مسبقا درجة حرارة 200. الفراخ دي هتقعد ساعة الا ربع في الفرن. اول ما تستوي هحطها على الشواية تاخد لون، ويبقى كده الدنيا تمام معاها. بس الاول نضمن ان كل الخليط دوت اتوزع على الفراخ. عايزين تقطعوا الفراخ قطع، عايزين تسيبوها كاملة زي ما هي، تقسموها نصين زي ما انا عملت، دي حاجة ترجع لكم، بس انا بفضل اقسمها نصين كده. نيجي بقى على المحشي ونشوفه بعد ما استوى. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حته فحمه بقى صغننه في طبق او في حته من الورق الفويل، ونحط زيت وهوب نقفل على طول. طبعا شفتوني، اهلا وسهلا بيكم منورين. خدت الطعم تحفه، مفيش احسن من كده. مفيش رز في الحله مدلدق كده والدنيا بايظه، لا الدنيا تمام. تعالوا بقى اوريكم المحشي بتاعنا، واوريكم المحشي لما هنفتحه كده من جوه عامل ازاي، ملوش حل بامانه. قدمنا الطبق بتاعنا وخلصناه. ما شاء الله، الله اكبر، طعم وريحه مش معقوله. لو هتفكروا ان انتوا تعملوا عزومه اعتمدوا الطريقه دي، وكل اللي هيدوق المحشي عندكم هيقول حاجه مختلفه خالص. نشوف بقى الفراخ معانا. يلا بينا. خدت وش حته فحمه، ننزل بزيت، وبرده الغطا بتاعنا جاهز. تمام كده. كده كلتوا محشي وفراخ على الفحم، حاجة كده ملوكي كأنكم في مطاعم بس في البيت. حاجة أنضف، أوفر، وأشيك كتير، وكمية أكتر. نطلع الفراخ بتاعتنا في طبق التقديم، وطبعا انتوا عارفين مبدئي العين بتاكل قبل البق، فنهتم بالطبق بتاعنا ونجرنشه كويس جدا. ورقتين كده صغننين من الكزبرة معانا، أو ورقتين من النعناع أو البقدونس، نبدأ نزين بيها الطبق بتاعنا، أو حلقات من الليمون. وكده الطبق بتاعنا بقى تمام وزي الفل. نقدم الوجبة كلها كاملة مع بعضها.
عايزة اقول لكم لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في قناتي، لايك، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدعوا لي انا وام ست الكل ربنا يبارك لي فيها ويحفظها في الدارين ويحقق لها كل اللي نفسها فيه، اللهم امين. وبألف هنا، وجربوا الطريقة دي وصدقوني هتدعوا لي كتير جدا. ألف هنا عليكم.